السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا حديثنا اليوم عن كاس موسم الرياض. طبعا كاس موسم الرياض المباراة الأولى كانت بين الهلال وإنتر ميامي، انتهت لصالح الهلال 4-3. والمباراة الثانية كانت النصر وإنتر ميامي، انتهت لصالح النصر 6-0. توقعنا إنه الأداء بتاع النصر والهلال اللي قدموه قدام إنتر ميامي ده إنه يعكس لنا فاينل يعني قمة، يعني كورة حتكون يعني الفريقين جاهزين، كمان مع عودة رونالدو واللعيبة الدوليين اللي كانوا مع منتخباتهم. توقعنا انه المباراة حتكون يعني مباراة كلاسيكو، مباراة قمة، يعني مباراة في المستوى. ولكن ظهر انه يعني الهلال هو في المستوى، والنصر يعني اداؤه كان اداء يعني اداء متوسط. الهلال قدر انه يستغل الشوط الاول ويسجل هدفين. ادى الحافز والطريقة بتاعت تسجيل الأهداف بطريقة سهلة وسلسة، إنه الدفاع المتقدم بتاع النصر، يعني لويس كاسترو لعب بدفاع متقدم على أساس إنه يعني يبني الهجمة من الوسط ويقدر يستغل يعني وجود تاليسكا ورونالدو وأوتافيو وبروزوفيتش. ولكن ده طبعا الهلال قدر يتعامل معه، وقدر إنه يستغل التقدم بتاع الدفاع المتقدم للنصر، قدر إنه يحرز هدفين. الهدفين جاء يعني بسرعة وبمهارة، لأنه سعود عبد الحميد وميشائيل لعيبة مهاريين، وكذلك عندك سالم الدوسري. يعني الجول الأول ده بمهارة، يعني كله 3 باصات. ميشائيل لعبها لسعود عبد الحميد، سعود عبد الحميد عملها أرضية، لعيبة الوسط قدروا يستغلوها، يسجلوا منها جول. أما الجون الثاني كمان النصر ما أخذ العبرة من الجون الأول ده، يعني استمر في التقدم بتاع الدفاع. قدر مالكم انه يمرر التمريرة بينية لسالم الدوسري. سالم الدوسري يعني لاعب مهاري وموهوب، قدر يستغل يعني الدفاع المتقدم للهلال وخروج الحارس، من لمسة واحدة سجل الجون الثاني. الشوط الأول انتهى لصالح الهلال، استحواذ وأداء ونتيجة. ما شفنا أي ردة فعل للنصر في كورة واحدة بس، إنه رونالدو يعني كان جاته عمل منها خطورة، ولكن ياسين بوني طبعا حارس كبير قدر يتعامل معاه فقدر يخرجها يعني. الشوط الثاني توقعنا انه من كاسترو انه يعني يلعب باكتر يعني اكتر واقعية، ومع التغييرات يعني قلنا النصر حيكون يعني عنده دافع وعنده حماس على تعديل النتيجة او حراس هدف او يعني تقدم اداء اكتر من طيب. ولكن يعني ما شفنا اي ردة فعل، بالرغم انه دخول مانيك يعني عمل بعد الازعاج ل- للهلال، ولكن يعني ما كان الازعاج اللي يقدر يهدد المرمى ذاك، لانه بصراحه كوليبالي والبليهي زائد ياسين بونو كانوا في الموعد. مباراة كانت يعني الهلال يستحق فيها الفوز، يستحق فيها الكاس بصراحة. النصر ما شفنا له يعني هي ردة فعل، لا من رونالدو ولا من تاليسكا ولا من اوتافيو ولا من ماني ولا من بروزوفيتش. يعني أداءهم كله كان يعني أداء متوسط، وأداء الهلال كان أداء يعني أداء يستحق الكاس بصراحة كده. الهلال فريق جاهز ومتماسك يعني، حتى الغيارات اللي عملها الهلال كانت غيارات جاهزة. الهلال كان يستحق وكان في الموعد. أما النصر بصراحة كان أداؤه مردود يعني متوسط. ممكن يعني نقول الإصابة بتاعت رونالدو ممكن يعني لسه ما فيها تم الجاهزية، وممكن برضه عودة اللاعبين الدوليين من المنتخبات ممكن برضو ما فيها تم الجاهزية. ولكن ده يعني في الهلال ما شفناه. يعني سالم الدوسري ده كان لاعب مع المنتخب، قدم أداء أكتر من راغي. البليهي كذلك كان لاعب مع المنتخب، قدم أداء أكتر من راغي. كوليبالي كذلك كان مع المنتخب، قدم أداء أكتر من راغي. لكن ما شفنا لا ماني ولا شفنا تاليسكا كان مرتاح، يعني مفترض كان يقدم اداء كويس، وبروزوفيتش وتافيو كانوا مرتاحين، كذلك رونالدو نقول عايد من اصابه. ولكن يعني الاداء بصراحه كده اجمالا كده النصر كان اداؤه ضعيف وما يستحق البطوله بتاعت موسم الرياض. الهلال يستحقها بادائه بتكتيكه الجاهز، وقدروا انه يتعاملوا مع المباراه يعني
بحنكة وبفهم، وقدر انه يتحصل على على الاهداف من بدري، وقدر انه يحافظ على مرماه. يستحقوا الكاس بصراحة كده. نقول هارلك للنصر، ومبروك للهلال. ده ما يخص مباراة الهلال والنصر بتاعت كاس موسم الرياض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.